وإياكم أن تغلوا وتتطرفوا في الأمازيغية، لأن وأقول لكم جل الأمازيغ الذين يرفعون هذه الراية الآن هم همهم في طعن الإسلام وضربه وليس الحدث، وأن كلهم عندهم ارتباط، أنا أتحداهم، كلهم عندهم ارتباطات خارجية بالصليبيين واليهود. انتهي. وأما عاش العرب والأمازيغ في هذا البلد إخوة متحابين قرونا، وتصاهروا حتى إنه لا يكاد إنسان يسجد، وخا أنت في تفروت ما تقولش راسك راه أمازيغ. راه يمكن في بعض السنوات كان الضيق ولا كان الحرب وانتقلت من الشاوية الآن، والعكس صحيح. وخا أنت في الشاوية ما تقول أنا عربي، راه يمكن في بعض الأزمات جيتي من القاع شوف قلتي. الله تعالى رضي لكم الإسلام دينا، وكره لكم أن تلوذوا بالعرقية والعصبية والعنصرية. الرسول قال دعوها فإنها منتنة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا تعرف المزيغية تتكلمها، ولكن أصولنا من المدينة، من الأوس، أي تمشى في الصحراء ذو أوس، وفي الصحراء الآن خرجوا ذو أوس، وكاين الأنصار في مالي وفي النيجير، ومنهم الشيخ حمد الأنصاري الذي أفتخر به أنا انتسابي لدين الله. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، وأقول مع الآخر ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جلب كان في الله مصراعي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أراد